الهرم المنحني أو المنكسر، الهرم ده موجود في منطقة دهشور على بعد 11 كيلومتر جنوب سقارة. الملك سنفرو اختار المكان ده بالذات عشان يكون مقر للجبانة بتاعته. بس لو بصينا على الهرم بتاعه ده هنلاحظ ان الهرم واخد انكسار او انحناء، مش زي اللي بنشوفه في اهرامات الجيزة. تفتكروا ايه السبب اللي خلى الهرم يتبنى بالشكل ده؟ عندنا آراء كتير حوالين الموضوع ده. في رأي عندنا بيقول إن بسبب خطأ في زاوية الميل في المداميج السفلية، يعني هو غلط في حساب زاوية الميل من قاعدة الهرم، ولو كان هيكمل على الميل ده كان هيأثر على غرفة الدفن اللي جوه الهرم، وهينهار غرفة الدفن بالكامل من كتر الضغط على الأحجار. فعشان كده ضيق في زاوية الميل وقلل من ارتفاع الهرم، فبقى بالشكل اللي احنا بنشوفه ده. في رأي تاني عندنا بيقول إن الملك سنفرو توفى فجأة، والعمال كانوا لسه ما خلصوش بنا في الهرم، فكان لازم على المهندس إن هو يعدل من زاوية الميل عشان يخلص بنا بسرعة ويلحق يدفن الملك سنفرو في قبره. الصراحة الرأيين دول اللي قلتلكم عليهم صعب إن هما نقبلهم. ليه؟ لأن المصري القديم كان عنده خبرة في البنى الحجري زي ما احنا عارفين من عصر الملك زوسر، كان قبل طبعا سنفرو. وكمان الهرم اتبنى عشان يكون قبر أبدي للملك اللي هو بيعتبر ابن الإله، فمستحيل طبعا يغلطوا أو يستهينوا بعمل زي ده، خصوصا ان هو من أعمال الدينية. واحنا زي ما احنا عارفين المصري القديم الدين عنده خط أحمر، وهو حياتهم كلها قايمة على الدين. كمان لو هنفترض ان سنيفو عمل هرم تاني ناحية الشمال بدل من الهرم ده، ايه الداعي بقى ان يحط تماثيل ولوح في المعبد بتاع الهرم ده؟ كمان لقينا اوضة صغيرة جوه الهرم فيها حبة من الذهب، وده طبعا بيأكد ان الهرم ده كان مخزن سري. طب ايه الحيرة دي؟ امال الهرم اتبنى بالشكل ده ليه؟ انا هقول لكم. الرأي الاقرب للصحة والمصري القديم كان غرضه يبني الهرم بالشكل ده عشان يدمج ما بين شكل المصطبة اللي كان بيدفنوا فيها الاول الأسرة الأولى والتانية مع الشكل الهرمي اللي بيتوافق مع العقيدة الشمسية اللي قلتلكم عليها في الفيديو بتاع المثلث، ارجعوا له. يعني المصري القديم ما كانش غلط في زاوية الميل ولا الكلام من ده.